السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيه افكار كتير لاداره ميزانيه البيت، وفي طرق كتير عمليه ومجربه وفعاله توفير من مصاريف في بيتنا، وان شاء الله انا شخصيا مجرباها. بس ما تنسوش تنزلوا تحت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو كده بنزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونصلي على النبي. اللي عايزة توفر من مصروف البيت وتوفر قرش ليها لولادها، تستثمر بيه فلوسها ديت المبلغ الصغير ده في اي حاجه. انا لكم تعملوا ايه؟ بس الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله افكار هتعجبكم جدا جدا. واول فكره هنبدا بيها التخطيط للدخل والمصروفات بتاعتنا. عايزين اول ما نمسك المصروف بتاع الشهر يبقى فيه بقى نشوف التزاماتنا، طبعا نطلع منه لو احنا داخلين في جمعيه، طبعا لو في مدارس مصاريف مدارس، في برضو فلوس المية والكهرباء، لو في ايجار مثلا للشقة. كل الحاجات دي كلها بتبقى حاجات اساسيات لازم ان احنا ندفعها. ما نروحش نصرف الفلوس كلها وننسى ان احنا فلوس الجمعية ونسيبها ونركنها لاخر الشهر. لا، اول ما الفلوس تجيلك تروحي تسد التزاماتك وتدفعي الايجار والمية والكهرباء وكل الحاجات دي كلها، علشان الفلوس ما تخلصش منك وتلاقي نفسك محتاجة ان انت تستلفي فلوس عشان تسد التزاماتك والحاجات الاساسية، تبقى ضيعت الفلوس على حاجات ملهاش لازمة. بصوا يا حبايبي، هم 5 افكار بس، فعلا فعلا هم دي الحاجات ديت الاساسيات والمهمة اللي انا ماشية عليها ومجرباها شخصيا، اللي بتوفر معايا فلوس في مصروف الشهر. تاني فكرة معايا تقليل واستبدال الكماليات. يعني مثلا احنا عندنا في حاجات مثلا ممكن نستبدلها بحاجة تانية وبلاش نجيبها خالص. يعني مثلا زي ورق الزبدة اللي احنا بنفرشه تحت الكيكة تحت اي حاجة، ممكن نبدله بالمفرش السيليكون. طبعا حق المفرش السيليكون اللي انت هتجيبيه مهما كان برضو غالي او حاجة، بس برضو لما هيبقى بديل اللي انت تروحي تجيبي لفة السيليكون اللي هي برضو بقد كده، واما بتخلص بترجعي تجيبي غيرها وغيرها. فليه بقى المفرش السيليكون يبقى عندنا نغسله كده يبقى نضيف نستعمله. دي حاجات برضو. تالت فكرة معايا التخطيط للمشتريات الجديدة. بصوا، اهم حاجة واحنا نازلين نشتري اي حاجة لازم نكتب في الورقة والقلم، يبقى معانا ورقة وقلم كده نكتب فيها الحاجات اللي احنا نازلين نشتريها. ويا ريت نركز على الحاجات الاساسية وبلاش بلاش نجيب حاجات جديدة احنا مش محتاجينها. هاتوا الحاجات الضرورية قوي. بنتك مثلا قالت لك، يعني مثلا انا محتاجه بلوزه وبنتي محتاجه، بنتكلم عن الحاجات الجديده، وبنتي محتاجه الكوتش بتاعها مثلا اتقطع خلاص، فالاولى ايه؟ الاولى ان انا اروح اجيب لبنتي جزمه جديده وبلاش اجيب لي نفس البلوزه، نركن البلوزه دلوقتي على جنب. لدام خلاص ما فيش مش نروح برضو نشتري البلوزه والجزمه ونلاقي نفسنا ان احنا البلوزه ممكن تستنى شويه مش هيجرى حاجه، بنلاقي نفسنا ان احنا محتاجين فلوس الشهر خلصناها كلها على حاجتين جداد ومفيش اي حاجة نكمل فلوس الشهر. مش عايزاكم تخلصوا فلوس الشهر كده، يعني يعدي 10 15 يوم وتبص تلاقي القبض خلص ولا المعاش خلص ولا المرتب خلص. لا، انا عايزة الفلوس اللي احنا بناخدها اللي هي الدخل يكفينا لحد اخر الشهر وكمان نوفر منه. تالت فكرة معانا يا حبايبي التخطيط للخروج. طبعا مش عايزين بقى ننسى نفسنا. يعني ايه؟ عايزاكم حتى مرة كل شهر كده، يوم جمعة او يوم الاجازة او يوم تختاروا الاسرة كلها، إيه انت وولادك وجوزك تطلعوا فيه اليوم ده. يعني ايه؟ احنا برضو هنعمل له ميزانية علشان طبعا ما يكلفكيش كتير. ممكن ان انت تعملي اكل في البيت وتعملي ازازة كده عصير، مثلا تجيبي مثلا كيلو برتقان وتعصريه وتعملي ازازة عصير كده طالعة تخرجي. هتعملي برضو سندوتشات في البيت وانت طالعة، هيبقى طالعة معاكي العصير ومعاكي ممكن برضو تجيبوا مثلا ب10 جنيه دول فشار كده تعمليه في البيت وتاخديه معاكي. كل الحاجات دي توفر معاكي. يعني قبلها بيوم كده نملى ازازة مية كده حلوة او ازازتين نحطهم في الفريزر بتاعنا او في التلاجة، ناخدهم برضو معانا في الخروج. يبقى كده معانا حاجات مسليات زي المفشر، ومعانا السندوتشات بتاعتنا اللي احنا عاملينها في البيت. لو هتجيبي اي حاجه انت عايزاها، تعملي سندوتشات كبده او سندوتشات بانيه او اي حاجه انت عايزاه، وكل واحد تاخدله كده سندوتش محترم كده وهو رايح. ودي بتبقى حاجه كويسه. نخرج كده ونتفسح ونروح اي حديقه كده من الحدائق برضو الرخيصه اللي ما يكونش فيها التذاكر، يعني تكون رخيصه فيها، ما تكونش حاجات غاليه، اماكن غاليه. ويكون فيها موجود فيها كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. نخرج يوم نتبسط فيه ونقعد قعدتنا كام ساعة كده بره البيت. يعني ايه؟ حاجة حلوة. ربنا يفرحكم يا رب انتوا وولادكم، وربنا يعيننا ويعينكم على كل الحاجات دي ويرزقنا يا رب بالحلال.
اهم حاجه لو انت وصلت معايا يا حبيبتي في الفيديو لغايه دلوقتي ما تنسيش بقى تحطي لي لايك للفيديو ده، علشان والله اللايك هو اللي بيخلي الفيديو يترفع واكتر من عدد من الناس يشوفه والكل يستفيد. رابع حاجة بقى معانا، احنا قلنا كمان دول 3 حاجات. رابع حاجة معانا بقى الفكرة اللي معانا الرابعة، نركز على العروض ديت اللي بتوفر عليك كتير جدا جدا، وبلاش نروح نشتري حاجات من الهايبر الكبير اللي بيبقى اسعاره غالية. لا، ركزي على الاسواق المحلية. ركزي عن الحاجات اللي انت بتجيبها من السوق، اللي انت هتوفريه من الهايبر ده والاسعار الغالية ديت هتعمل في حالة واحدة بقى لو في عروض. يعني مثلا في عروض على مثلا حاجات البقالة زي الرز والمكرونة والسكر، ننزل نجيبها. في برضو عروض تانية على السمنة، في عروض على الكوتشيات او الملابس. برضو العروض بتوفر علينا كتير جدا جدا جدا، لانها بتبقى بسعر مهاود، فديت هتوفر برضو علينا كتير جدا. عايزه برضو اقول لكم بلاش ننزل نشتري الحاجات دي كلها واحنا جعانين، علشان ما نصرفش فلوس كتير ونلاقي نفسنا رقنا بيجري على اكل وشرب وحاجات كده. فننزل بقى كده واحنا متغديين وشاربين الشاي بتاعنا وكله تمام وبعدين ننزل. خامس فكرة معايا واخر فكرة، استثمري فلوسك في حاجة بالحلال، لان احنا طبعا هنتحاسب على كل قرش ربنا بيمدهولنا، فربنا يغنينا بالحلال ويبعد عننا الربا. وركزوا على التجارة اللي هي كانت مهنة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. التجارة ديت حلوة جدا جدا. بلاش نروح نحط فلوسنا في البنوك والفوائد، بلاش نحط فلوسنا في برضو البوسطة لها فوائد البريد. حاولي تركزي على التجارة. ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب ازاي لو معانا قرش بسيط نستثمر فلوسنا ازاي، بحاجات يعني ايه لا فيها فوائد ولا فيها ربا ولا فيها اي حاجة. لو انتم محتاجين اعمل لكم فيديوهات كتير عن الموضوع ده ازاي نستثمر فلوسنا، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وكمان عايزه اقول لكم اكتبوا لي التعليقات لو محتاجين اي حاجه او اي افكار اعملها لكم، علشان كمان ارد عليكم اقول لكم اهلا صديقتي، تبقي من اصدقائي. اكتبوا لي تعليق حلو كده جميل زيكم عشان تبقوا من اصدقائي. وكمان عايزه اقول لكم المال الحلال مفيش احسن منه. المال الحرام زي الربا وكل الفلوس اللي بتاخدوها من البنوك دي وكل الكلام ده، يعني عايزه اقول لكم بياخد في سكته حاجات كتيره غاليه علينا. فالمال الحلال يا رب يغنينا بالحلال، مفيش احسن من مال الحلال وبركه الفلوس الحلال. في حاجات كتيرة حلال ممكن ان احنا نستثمر فيها مفيهاش فوايد، وكمان هترجع لنا برضو فلوسنا زي ما هي من غير ما نخسرها، وكمان بنسبة ربح حلوة ونسبة ربح حلال. اتمنى بس في اخر الفيديو تكونوا استفدتوا مني باي حاجة. لو عجبتكم اي فكرة ياريت تكتبولي تحت في الكومنتات اي من الافكار دي عجبتكم، علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تنزلوا تحت تعملوا اشتراك في القناة، انا مام الدنيا ودي قناتي. وانزلوا اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات على الكل. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو ده عشان يترفع واكبر عدد من الناس يشوفوا والكل يستفيد. واشوفكم في فيديو جديد والسلام